فيلمنا بيبدأ مع ولد فقير موهوب في لعبة الشطرنج، لكنه مش لاقي الفرصة انه يلعب ويشتغل على موهبته دي، وهو واخته بيكونوا شغالين خدامين. الولد ده بيروح عند رئيس اخته في الشغل وبيطلب منه انه يلعبوا شطرنج وبالمرة يختبر قدراته. الرئيس بيوافق وبيكون محترف جدا وبيغلب الولد في ثواني، وبيقول له بطل تحلم يا حمادة، روح العب بعيد، انت ما عندكش بربع جنيه موهبة. طبعا بيمشي وهو حزين وبيروح ياخد فلوس اخته ويهرب، وبيروح على محطة القطر وياخد أبعد قطر ويمشي، وفي شوية متشردين بيضربوه وياخدوا الفلوس منه. بعدين بيقوم ويروح قهوة المصريين، وأول واحد بيقابله بيطلب منه إنه يلعبوا شطرنج، فبيوافق. الولد بيغلبه وبيدخل على اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وتقريبا بيغلب كل اللي في المكان، وبيكون في واحد مراقبه. وبعد ما بيخلص الراجل ده بيروح وراه وبيقول له خلي بالك من نفسك يا حمادة، لأن الأشكال الوسخة دي هتوديك العيادة. وبيسأله إذا كان عنده مكان يبات فيه أو لأ. بيقول له هعمل معاك ديل، لو العملة دي جت على كتابة هاجي معاك. فبيلعب وبتيجي على ملك فبيروح معاه. بيقول له بس دي جت على ملك. قال له جرى ايه يا عم، انت هتاخد على كلام عيل صغير؟ وبياخده بيروح على مكان غريب، والاغرب انه بيسجد لخنزير شبهه. وبعدين بيبدأ تدريبه علشان يخليه محترف شطرنج، وبيعلمه بأساليب غريبة جدا لدرجة انه بيحبسه في أوضة وبيلعبه وهو مش شايف، وبيقول له انه مش هيخرج غير لما يفوز عليه. بيفتكر حياته كانت ازاي قبل ما يجي المكان ده وبينهار، وتاني يوم بيفوز على معلمه من اول مرة. وبعد ما يطلع معلمه بيلاقيه راسم الشطرنج بالدم على الجدار، بيطلب منه اعمال مش كويسة وبيزعقله وبيقول له انت تنفذ اللي اتقالك من سكات، زيك زي الآلة بالظبط. وبيكون في طفل مراقبهم، وبعدها بيطلع جري على باباه اللي الخنزير تاو كسبه والخسران بيولع في نفسه. بعدها بيروح عند عبده حناكة وبيلعبوا جيم بشياكة، وبيكون مثبت ايده طول الوقت، وده لأن في كاميرا وسيوي بيقول له يلعب ايه، وبيخليه يغلب عبده. بس الرهان المرة دي مش على موت، ده على شنطة فلوس السيد لاور بيديها له من غير نفس وبياخدها ويمشي. بيروح يقابل سيوي وبيديله نصيبه من الجيم، بس لاور بيجي وشكله كده مش مسامح في الفلوس وبيضرب تاو، لكنه بيطلب من سيوي يهرب، وبعدها بيتقتل وكمان بيتقطع ايده. وعبده بيطلع جري ورا سيوي بس بيعرف يهرب منه، وبيروح للمكان اللي تاي كان بيضربه فيه. بعدها ما شاء الله كبر وبقى عنده 6 باكس، صبح وظهر ومغرب بعد الاكل. وبرضه مش بيبطل تدريب على الشطرنج حتى وهو بيتمرن. بيمشي من المكان وبيودع الغلبان جده محمد جوز طنط عفاف. بعدها بيروح على مكان كل اللي فيه بيلعبوا شطرنج، وزي ما اتعودنا على رهانات بيسأل عن حد ما اتغلبش قبل كده، وبيرمي قدامهم ايد تاو اللي لعور قطعها له، فبيعرفوا وبياخدوا للشخص اللي ما بيتغلبش ده، لكنه بيغلبه بسهولة جدا. وبيقول له اوعى تزعل، كويس ان هي ما جاتش في توتة عيل من العيال. بياخد الفلوس ويمشي، وكده غلب اول واحد من القائمة بتاعته، وبيغلب اللي بعده واللي بعده، ومش بياخد اي حاجة من الفلوس اللي بيكسبها. كل اللي هو عاوزه ان يغلب كل لاعيبة الشطرنج المحترفين في العالم. وتاني يوم بيروح لمكان غريب جدا لواحد اغرب، لانه بيكون قاطع ايد ناس كتير ومحتفظ بيها. الناس بتحتفظ بجوابات وده محتفظ ببواقي بني ادمين. ما علينا. سيوي بيطلب انه يلعبه، بس ده مش بيلعب على فلوس، بيلعب على دراع بني ادمين، لا اسف تعديل، على رقبة بني ادمين. المهم بيبدأ الجيم مع الراجل الغشيم اللي بنعرف ان هو اللي قطع دراع تاو، وطريقته في اللعب هي انه بيستفز عاطفة اللي قدامه وبيكلمه عن اكتر حاجات بتوجعه، زي مثلا موت حد من الاهل او غيره. وهنا بقى بنعرف ليه هرب من المكان اللي كان فيه، لان الراجل اللي كانت اخته شغالة عنده اعتدى عليها وهي ما استحملتش وانتحرت، وهو برضه ما استحملش يقعد في المكان ومشي، وبيفضل يستفز فيه اكتر واكتر عشان يوتره، لكنه بيلاقيه ثابت وهو اللي بيتوتر. وفي الوقت ده سيوي بيفوز والشيطان بيتقطع ايده، وجده محمد قاعد في امان الله بيلاقي واحد بيروح عليه، والواحد ده بيسأله تعرف واحد عنده ايد مقطوعة؟ بيقوله لا، فبيديله واحدة في رقبته، وبياخدوا يلعبوا شطرنج بس المرة دي على طريقته، وهي ان كل ما يخرج له حاجة يحطها على الميزان، ولما الكفة تتملي بتبخ السم في وش الخسران وبتقتله. وطبعا جده محمد بيخسر وبيموت، والولد ده هو اللي بيولع قدامه، لكنه كبر وبقى باد بوي قد الدنيا. بنرجع لعبده حناكة اللي بيكون مخلي المساعد بتاع سيوي جاسوس عنده وبيعرف منه كل حاجة. وتاني يوم بيكونوا ماشيين، سيوي بيشوف حد فبيوزع المساعد بتاعه بيرجع له. بيطلع مين؟ الأعور. بيقول انت بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ بيروح له فعلا وبيحاول يقتله، لكنه المرة دي بيمسح بدماغه الجدار وبيشوه وشه، بيبقى خلاص مش شايف فبيطلع يجري. بعدها سيوي بيلاعب عبده جيم على فلوس، لكن عبده بيسخن فبيراهن على المبنى بتاعه، لكنه بيخسر وفعلا بيديله العقد. في الوقت ده تدخل البت جواهر فبيقول لها كويس انك جيتي يا جوجو، انا بقى هراهن عليكي، فبتديله صباع شوكولاته وتمشي. بيطلب انه يلعبه تاني بس المره دي الخسران بيموت، وبيروح يلعبوا على قضيب القطر وسيوي برضه بيفوز، والقطر بيكون قرب خلاص لكنه بيخاف وبيقوم بسرعه قبل ما القطر يخبطه، وكان هيقع في البحر بس سيوي بيلحقه.
بيروح لمسابقة كبيرة جدا وفي لاعب اسمه هوانج دي لونج بيلعب 20 لاعب في وقت واحد وبيغلبهم. وسيوي قاعد بياخد البريك فاست بتاعه، بيدخل عليه الأعور ورجالته فبيكسر عليهم بلاط الحمام. صحيح المغلى ده بيطول معاه شوية لكنه بياخدهم برضه في الآخر، والأعور بيدخل هو كمان وياخد اللي فيه النصيب. سيوي بيبعت عبده يخطف بنت هوانج. بعدها سيوي بيروح عند هوانج دي لونج وبنعرف إن ده الراجل اللي كانت أخته شغالة عنده واعتدى عليها، وبيفكره بكل حاجة عملها معاه. وبيجيله مكالمة إن بنته اتخطفت، بيقوله نفذ اللي هقولك عليه وإلا مش هتشوف بنتك تاني يا بيه. بيقول له آخرك معايا مواجهة، ولو ما كسبتنيش بنتك مش هتعيش. الله. بنرجع للواد اللي مش عارفين لأهله اسم ده وبيخطف مساعد سيوي وكان لسه هيشويه، لكن صاحبنا بيجي وكالعادة عارفين الموضوع هيخلص ازاي بمباراة شطرنج. بيلعبوا الجيم والجو بيكون حر جدا لأنه هيشوي اللي متعلق ده. المهم بيتعادلوا والخنزير ده كان هيقتل سيوي لكنه بياخدوا بيقعوا هما الاتنين وبيكملوا ضرب في بعض لحد ما سيوي بيقتله. بعدها بتكون في مسابقة كبيرة جدا أكتر من 100 لاعب وسيوي اللي هيلاعبهم كلهم لوحده. وطبعا عبده خاطف بنت هوانج وبيرسم لها شطرنج عشان يوريها تحركات أبوها وعمال يلعب فيها وهو أصلا شكله يجيب إسهال. المهم سيوي بيلعب هوانج وبيكسبه في أول جولة وبيكمل لعب لكنه بينزف من كل مكان وبيفضل يكسب في كل الموجودين لحد ما يوصل للمواجهة الأخيرة وهي ضد هوانج دي لونج، لكنه بيبقى مش شايف قدامه. وأول لعبة بيلعبها بتكون غلط، بيفتكر وقت ما كان خلاص هيشنق نفسه فبيرجع للجيم وبيلعب لعب سليم واخيرا بيفوز. وبيفكروا بالرهان اللي هو يا انت تعيش يا بنتك تعيش. وبعد ما ياخد القرار بيشنق نفسه وبيسيبه بنته تعيش. وبعدها المساعد بتاعه بيتجوز البت نوسة بس مش بيديلها بوسة، وبيركبوا العربية ويودوها صاحبنا ويمشوا. وكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو اكتب لي رأيك في كومنت. اشوفكم على خير.